بصي يا ست الكل، دي شويه حاجات بسيطه وسهله جدا جدا. اي بروميس سهله قوي، هتساعدك ان انت يعني تحافظي على جسمك باكبر درجه ممكنه بعد البروسيس الطويله بتاعه الحمل والولاده والرضاعه والقصص دي كلها. ومش عارفه ازاي احنا في حياه بعض كل ده ولسه في بنات بتتفاجئ ان انا متجوزه وام وعندي بيبي عندها 2.5 سنين ونايمه دلوقتي، ولو صحيت مش عارفه اكمل الفيديو. يعني نطلع باقل خسائر ممكنه من المدعكه دي. اول نصيحه، اوعي 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 توقفي السبلمنتس او الفيتامينات اللي كنت بتاخديها وانتي حامل بعد الولاده، خصوصا لو بترضعي طبيعي. اوعي، هتلاقي شعرك هيقع بهبل بكتير قوي قوي. هحط لكم صوره هدور عليها في الجاليري. انا شعري وانا بسرحه اول ما احط المشط كده الاقي شعري بيقع بطوله كده هدور على الصوره واحطها هنا. تساقط شعرك من بره ده هو مجرد ريد فلاج او انديكيتور، فيزيبل انديكيتور بسيط على اللي بيحصل في جسمك من جوه. واحنا مش بنبطل نتابع مع دكتور النساء او دكتوره النساء اللي احنا ولدنا معاها بعد الولاده. انت محتاجه تتابعي معاها فتره بعد الولاده، تظبط لك السبلمنتس بتاعتك، تعملي تحاليل دوريه علشان جسمك وصحتك وعشان صحه البيبي. وخدي بالك بالذات لو انت بوست بارتم او يعني لسه والده جديد، التحاليل بتاعتك نتيجتها لما تشوفيها كده، لو انت عرفتي تقري فيها وبتفهمي فيها، النتيجه دي لو كلها في النورمال ريشيو، كل العناصر اللي في جسمك تمام مظبوطه، ده مش دليل ابدا ان انت جسمك مش محتاج سبلمنتس. تاني نصيحه، الرياضه. انا عارفه ان مش كلنا بيبقى عندنا وقت للرياضه خالص، او مش كلنا عندنا مثلا حد بيبي سيت يقعد مع البيبي لو انت بتلعبي رياضه او بتروحي الجيم او ايا كان. بس ابسط الحاجات اللي ممكن تعمليها في الدنيا، تحطي البيبي في السترولر وتمشي بيه في مول، تمشي بيه حوالين البيت كده 3-4 مرات في الاسبوع، كل مره اتليست ساعه. هتفرق معاكي، غير ان انت هتفرق في نفسيتك جدا جدا. طبعا انت تتمشي، المشي لوحده اصلا بيغير المود جدا. المشي هيقوي معاكي عضلات بطنك، دي عضلات جسمك عموما، بس مينلي بوست بارتم او اللي لسه والدين بيبقى البطنهم منفوخه شويه من الولاده، بتبقى لسه ما رجعتش لوضعها الطبيعي، فده بيبقى بسبب ان العضلات اصلا بتاعت بطنك لسه ما رجعتش لوضعها الطبيعي. كلي بروتين كتير جدا، حاولي ان كل وجبه يكون فيها بروتين، سواء بروتين نباتي او بروتين حيواني. واشربي الميه اللي جسمك محتاجها، خصوصا لو بترضعي طبيعي. على فكره قله الميه غير ان هي بتعمل جفاف، غير ان هي بتاثر على البشره والشعر وصحه الجسم عموما، هي كمان بتعمل نفخه في الجسم. يعني ممكن انت تلاقي نفسك زايده على الميزان 2-3 كيلو زياده بس بسبب ان انت عندك حبس ميه، بسبب قله شرب الميه. احنا لما بنشرب ميه اقل، جسمنا بيحس ان هو اكنك مثلا في صحراء يا حرام، وهو محتاج ان هو يخزن ميه، كانه داخل كده في سرفايفل مود. بمناسبة الأكل بقى، لو البيبي كده ما شاء الله كبر وبدأ إن هو ياكل، بطلي ترمرمي، بطلي تاكلي بواقي أكل البيبي، علشان حرام إن إحنا نرميها. حرام إن إحنا نرميها، بس الحرام أكتر إن أنت تقعدي تاكلي أكل زيادة عن جسمك. على فكرة ما هي الأكل اللي بواقي البيبي اللي أنت تاكليها دي كالوريز مش محسوبة. أنت بالنسبة لك ده أنا أكلت معلقتين. خدي بالك أكل البيبيز بتبقى سعراته كتير، خصوصا لو بتأكليه سيريلاك أو أكل شبه ده. يعني معلومة لو أنت ما تعرفيهاش، فاللي بيروحوا الجيم وعايزين يبقوا سوبر بالكي، في ميل أساسية للسيريلاك عندهم، يعني يبقوا بالكي اسرع. فانتي عايزه تبقي بالكي اسرع. ثالث نصيحه او رابع نصيحه مش فاكره، anyways، حاولي ان انت يعني دو نوت تيك اوف يور برا خالص على قد ما تقدري، حتى وانت نايمه. احنا في العادي ممكن قبل ما تتجوزي او قبل ما تخلفي ده عادي شويه، او بتحسي انه بريح جسمي او كده، بس صدقيني بعد الخلفه، خصوصا لو بترضعي طبيعي، الموضوع ده بيعمل ترهلات جدا في الجسم، بيخلي جسمك شكله معجز اكتر من سنك. الترهلات دي مش المفروض ان هي تجيلنا في سن صغير، مش المفروض ان هي تجيلنا في العشرينات ولا الثلاثينات ولا حتى الاربعينات. اكشلي مش المفروض تجيلنا طول عمرنا، يعني لو احنا محافظين على جسمنا وبنلعب رياضه وبناكل صحي، بس اتليست في البيك بتاعك عشرينات ثلاثينات اربعينات انت مش المفروض خالص ان يظهر لك الترهلات دي. والتب دي بجد والسيف يور فيجر كله، الترهلات في المنطقه دي بتخليكي اكنك كده موطيه، اكن جسمك كده هزيل، اكنك مش عارفه كده تقفي مفروده. يعني مهما كنتي واقفه مفروده كده، لا، هتدي انديكيتور اللي قدامك ان انت موطيه، او ان انت شكلك هزيل، او ان انت كبرتي في السن. فاهمين قصدي؟ ومهما كنا مش بنركز في البوستر بتاعنا او في قعدتنا واحنا مثلا في العشرينات او واحنا صغيرين، بعد الخلفه بالذات حاولي ان انت طول الوقت يبقى ظهرك مفرود. اعملي كده تمرين كده، اول ما تحسي ان انت وطيتي فتره طويله، موبايلك ارفعيه لفوق ما تنزليهوش لتحت. كل الحاجات دي بتاثر معاكي يوم بيوم. رابع نصيحه، ركزي بقى في الموضوع ده عشان كلنا بنعمله، ما تأجليش أي شكوى أو مشكلة صحية عندك بحجة أصل ده طبيعي بعد الولادة. وحتى الناس اللي حواليك هتلاقيهم بيقولوا لك كده، ده طبيعي بعد الولادة. أبدا ما تعمليش كده. دو يور بيست ان يبقى اجباري عندك ساعه في الاسبوع، ده يبقى الهير كير تايم بتاعك،
و10 دقائق كل يوم قبل ما تنامي، ده السكين كير تايم بتاعك. البير مينيمم اللي ممكن تعمليه، عشان انا عارفه ان انت ما عندكيش وقت وعندك بيبي بيعيط وعندك مشاكل كتير، البير مينيمم ان انت الساعه اللي في الاسبوع دي ان انت هتغسلي شعرك بالشامبو كويس قوي، هتحطي ماسك، تتجنبي فروه الراس خالص خصوصا لو عندك تساقط، ومعظم البوست بارتم بيبقى عندهم تساقط. سيبي شعرك في الماسك ساعه الا ربع، نص ساعه، وبعدين اغسليه بالميه بس، وبعدها بالكونديشنر. اطلعي من الشاور، حطي ليفنج كريم كده، حطي مايكرو فايبر تاول كده طبطبي على شعرك او نزلي منه الميه الزياده. عايز تحطي شويه سيرم بعدها او لا براحتك. نشفي شعرك، ما تسيبيهوش مبلول علشان احنا مش ناقصين تقصيف وعيشان، فنشفيه وبس. دي الساعه اللي عايزاها منك في الاسبوع. في النص بقى لو عايزه تغسلي شعرك ممكن تغسليه عادي بطرق عاديه تانية، اي طريقه انت بترتاحي فيها. والبير مينيمم للبشره كل يوم ان يبقى كل يوم 10 دقائق قبل ما تنامي، مش 10 دقائق والله، ده هم حتى 5 دقائق وممكن ما يكملوش 5 دقائق كمان. تغسلي بشرتك بكلينسر، ولو حاطه اي ميك اب او سان سكرين او كده تسيحيها الاول بمايسلر ووتر وبعدها بالكلينسر. نشفي بشرتك من الميه. لو عندك مثلا تيرمال ووتر او اي حاجه تخلي بشرتك منديه شويه رشيها. عايزه تحطي اي هيدريتنج سيرم، طبعا ممنوع الريتينول وممنوع مواد فعاله ثانيه كتير، لو مش عارفاها هقول لك عليها في الكومنتس. يعني مرطب كويس، يستحسن يكون في سيكه عشان احنا بشرتنا بجد بتبقى تعبانه ومرهقه جدا، خصوصا لو في ديهايدريشن من الرضاعه. اسوأ الظروف لو خلاص تعبانه هتموتي من الارهاق، حاولي يبقى في جنبك جنب السرير يكون معاكي 3 برودكتس. المشط بتاعك تسلكي شعرك كل يوم قبل ما تنامي، تحطي شويه سيرم وتعمليه في ضفيره، ويكون جنبك 2 برودكتس زي دول. ده مش اعلان، ده فور يور ريفرنس يعني. مايسلر ووتر تكون هايدريتنج وتكون في نفس الوقت بتنظف البشره. بالكوتون باد نضفيها كويس قوي، ورشي هايدريتنج ميست، بيبقى تونر كده ميست، بيبقى فيه مثلا مكونات مرطبه كتير، هيلوريك اسيد او سنتيلا او يعني اي مواد مرطبه. المهم ان انت بس ترشي على بشرتك كده. ده مش روتين يومي، ما تعمليش كده كل يوم، ده بس في الايام اللي هي انت بجد مش قادره. السكالب لوشنز لو في العادي ما بتحبيهاش او ما بتستخدميهاش او مش مؤمنه بقدراتها، فاتليست وانت بوست بارتم او لسه مخلفه جديد لازم تستخدميها كل يوم على فروه راسك، هتفرق معاكي جدا. اللي انا كنت فعلا بستخدمه في وقت ما انا بوست بارتم او بعد الولاده كان سورسيير ده، وات سيف مي، هو وفاستر هير باك، بجد الاثنين دول نفعوني قوي. enjoy the process. لوف نيود كولكشن من واي اس ال، وده احلى ليب كومبو جربته في حياتي كلها. بس معلش يعني had to take my time showing all the cute pure packages. وانا الشيدز الفاتحه اللي بتليق عليا، فهستخدم افتح شيدز في الكولكشن. ده لوف نيود كيس شيبر شيد نمبر 1، انعم ليب لاينر جربته في حياتي، واكتر ليب لاينر بيجمنتد شفته. عجباني قوي الشيد، انه اكنه الهاي كونتراست من لون الشفايف الطبيعي، فشكله بجد طبيعي وحلو قوي. وده لوف نيود ليب بلاشر شيد نمبر 1 برضه، اسمها اندرست بينك، هي تقريبا نفس شيد الليب لاينر. احساسه خفيف جدا وكريمي جدا ولونج لاستنج جدا ومات قوي كده، بس ويتليس جدا، بيرفكشن. هاي بنات، بصوا في 20 بنت هيكسبوا، 10 منهم هيروحوا تركيا و10 هيروحوا شرم الشيخ بس ب 999 جنيه. هوريكم الديتيلز. في ممبرشيب كارد عاملينه انشيب كلينكس، اعتقد اوريدي بنات كتير قوي بيروحوا يعملوا سيرفيسز في انشيب كلينكس او ليزر او اي حاجه ثانيه. المهم ان هم فروم موجوده في كل حته في مصر، وانا بعمل اديت للفيديو هكتب لكم البرانشز بتاعهم هنا فور انفو عشان تبقوا عارفين. الممبرشيب كارد ده بقى بيعمل ايه؟ بيدي 10% ديسكاونت على اي بيوتي سيرفيس في انشيب كلينكس في كل الفروع، سواء ليزر، بوتوكس، فيلرز، سكين بوسترز، او اف يو نو في الانجكتد بيوتي بالذات 10% ديسكاونت دول هيبقوا كتير يعني. وبيدي 10% ديسكاونت على كل البراندز اللي تحت البيج امبريلا بتاعت ماجستيك، اكتبهم لكم هنا لو مش عارفينهم. والكارد ده بقى هيخليكي تسافري ازاي؟ زي ما قلنا في اول الفيديو، ان انت تدخلي على الانستجرام اكونت بتاع انشيب كلينكس، هحط لكم اليوزر نيم بتاعه هنا، هتلاقوا بوست معمول له بين في الانستجرام اكونت بتاع انشيب اللي بيتكلم عن الممبرشيب كارد. ادخلوا على البوست ده واعملوا له لايك وشير ومنشن 5 من صحابكم، بس كده انتوا كده خلاص eligible للكومبيتيشن. يعني هوبفلي نبقى كلنا ال 20 بنت ونتقابل هناك بقى.